تعالى اقولك ازاي عملت الطاجن، وشكل جبار وريحه جباره وطعم يجنن. جوزي كان رايح بورسعيد قال لي انا يا ايه كلت طاجن جمبري مش طبيعي، ريحه وشكل وطعم يجنن. انا عايزك تعملهولي. كل شويه اروح السوق الاقي جمبري مستورد. مره رحت السوق لقيت جمبري، الراجل قال لي ده سويسي او ازاز، بصراحه انا مش فاكره، بس هو ترانشات كده الوان. لو تعرفوا قولوا لي في التعليقات. فقررت اجيبه واعمله له. اول حاجه جبت طاسه، حطيت فيها معلقه زيت واحده، عليها معلقه كبيره من الثوم المفروم. دي بتساوي قد ايه؟ بتساوي حوالي 5 فصوص ثوم العاديين وانت تفرميهم. شمي ريحه بس الثوم، هتحطي عليهم رشه كمون ورشه كزبره. ريحه انا مش عايزاه يتشوح، لا انا عايزه اشم ريحته، حاجه كده بسيطه. هكون مقطعه عدد 2 من البصل طرنشات كده، ومعاهم 2 طماطم، معاهم 2 فلفل رومي. والفلفل الرومي اللي كان عندي الوان احمر واخضر، فده شكل كده لذيذ وميكس هايل في الالوان. ومعاهم جزرايه، ومعاهم قرن فلفل حراق احمر. هحط عليهم عصير ليمونتين، ومعاهم عصرة طماطمايه واحده قطعتها وحطيت عليها حوالي ربع كوبايه ميه وعصرتها في الخلاط. انا عايزاهم يتسبكوا. ليه عملت الحركه دي؟ لان الجمبري لو فضلت حطاه بالساعه لغايه ما يستوي في الفرن بالطريقه دي هيشد معاكي ومش هيبقى جمبري، لان الجمبري تسويته ما بتزيدش عن ربع ساعه في الفرن، بعد كده هيشد وهيبقى طعمه وحش جدا. عشان كده بنعمل الحكايه دي على البوتاجاز الاول، عشان الخلطه اللي احنا عاملينها تكون استوت شويه، ما تاخدش وقت في الفرن، وما تخليناش الجمبري طعمه يبوظ. خلاص كده هو يعني قربت الخلطه معايا تستوي، وكل الخضار اللي احنا حاطينه نزل ميته، وخلاص بدأت تستوي معايا. طبعا انا مش عايزاها تستوي سوا كامل، فانا هعمل ايه؟ آه ههدي النار وهبدأ انزل عليها الجمبري اللي هوريه لكم. الجمبري ده الراجل تقريبا قال لي عليه ازاز او سويسي، هو شرط. كان شرط كده، احمر، سوري، شرط اللي هو البني على البيجات على الدرجات دي. حتى التعليمه بتاعه الجمبري معلمه فيه هو، وقال لي ما تقلقيش ده مستورد وهيبقى حلو جدا جدا في الطاجن. وجبته هو حجمه، يعني انا ما لقيتش الجامبو الكبير، فلقيت الحجم الوسط وكان حلو جدا. قشرته، ولازم لما تقشريه تشيلي الظهر بتاعه. هتلاقوا في الفيديوهات طريقة تنظيف الجمبري. خلاص كده احنا وصلنا لدرجة السوى اللي انا عايزاها، كل حاجة نزلت ميتها. وما تحطيش توابل كتير، الطاجن مش عايز توابل كتير. عموما السمك ما بيحبش غير كمون وكزبر. عايزاه سبايسي زيادة غير الفلفل اللي انت حطاه، هتحطي عليه رشة شطة كده. يلا نقلبهم عشان هنبدأ ننزل الجمبري. لو انت طبعا ما عندكيش غير الجمبري المستورد جربيه، بس بصراحة انا لما جبت الجمبري المستورد وعملته طواجن ما بيبقاش ليه طعم. الجمبري المستورد لازم يتقلي. زي ما انتم شايفين انا سايبة الديل ومنضفة الظهر. ليه سبت الديل؟ هو المفروض كمان ان جوزي قال ان هو هناك كلوه يعني كان محطوط في الطاجن بالراس، بس عشان خاطر نعرف ناكله انا سبت الديل بس، عشان الديل بيدي طعم لذيذ وخطير. اطفي النار. هو ده اللي انا عايزاه، هو شم ريحة التوابل والخضار اللي انا حطاها. هاتي طاجن، سواء بايركس سواء بقى بورسلين سواء الطاجن الفخار. انا بحب اعمل الاكل في الطاجن الفخار، بيديله طعم لذيذ وحلو قوي. هتقفليه بفويل وهيخش الفرن لمدة ربع ساعة. قبل ما انا بقفله بقى بالفويل عملت ايه؟ عملت حركة كده زي ما بيقولوا ايه، حركة المطاعم. حطيت على وشه معلقة زبدة كده ونطورتها، وقفلته بالفويل. ودخل على درجة حرارة كام؟ دخل على درجة حرارة 200 في الرف اللي في الوسط لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير قوي، وطلع لي بالشكل الخطير ده. انا ما احتاجتش ان انا احط وشه تحت الشواية، لان الزبدة اللي انا حطيتها فوقه ساحت وخلته خطير. دعوة حلوة من قلبك ليا يا فاروق.